ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ معاكم فرينسكس سعودية، فيديو جديد. والله وحشني بلس. النهارده نسخة اعمال ان شاء الله تعجبكم. اعمال جنب المتجر. ازاي يعني؟ انت لو عندك نسخة اعمال متثبتة على التليفون، دي هتنزل جنبها على طول، تمام؟ يعني دي تنزل جنب اي نسخة عندك. كمان عايز اقول في اول الفيديو دوت، في ناس بتسرق النسخ بتاعتي ترفعها عندها، ولما باجي اكلمها بيقولوا لي يعني في واحد اسمه دراكولا، يعني عيل اللي عنده 15 سنه 14 سنه، سرق النسخه تمام وبتاع، وحط لها باسورد ولينك مختصر وبتاع. فبقول له يا اسطى يعني اذكر المصدر. فايه؟ قال لي يا اسطى اصل انا غيرت كل حاجه في النسخه الا شيء، ما شلتش اسمك. فانا قلت ما يبقى انت كده بتاعتك. قلت له لا، انت ما شلتش الاسم بتاعي عشان انت ما عرفتش تغيره، عشان مشفره يهبل. المهم عيل صغير وبتاع، وفي برضه كذا عيل تاني صغيرين برضه عمالين يسرقوا النسخ وبتاع، ويقول لي اصل دي عجبانه ودي مش نسخك ومش عارف ايه. فاللي عامل حاجه عارف ايه بتاع، يعني ايه الحاجه بتاعته وايه الحاجه اللي مش بتاعته، تمام؟ فعشان خاطر ربنا يا جدعان، اللي ياخد النسخه يرفعها عنده يذكر المصدر مش اكتر. اللي عايز يعدل عليا يقول لي، انا هقول له عدل. بس انا النسخه اللي فاتت منزلها مشفره، والنسخه دي انزلها مشفره، وبعد كده اي نسخه جايه هنزلها مشفره، عشان ما فيش حد يعرف يغير حرف فيها مش اكتر، تمام؟ النهارده نسختي فيرجن 78 اعدادات كوبان، وان شاء الله يعني تعجبكم. جنب المتجر يعني نسخة اعمال ان شاء الله تعجبكم. نفتح النسخة. طبعا الالوان اخويا الشجاع اللي مخترع، اخويا درايف من مختار الالوان دي، عشان هو ذوقه حلو يعني، تمام؟ ده شكل النسخة كده. نخش على الشات، اوريكم الشات من جوه. نعمل كلير شات. ده كده شكل الشات من غير اي حاجة، تمام؟ نسخة أعمال حلوة، مش بتهنج، تفتح ليك عادي. بتبعت من الأومشنات العادية. حطيت بعد ما حطيت أومشنات الأيفون، في حد قال لي شيلها، مش عايزين أيفون في الأعمال، تمام؟ بتفصل الشتات عن الجروبات. أنت لما تشغل النسخة هتلاقيها مش بتفصل، تمام؟ هتقوم دخل الإعدادات يا زميلي، استنى ارجع. الإعدادات بتاعتها معرب لك كل حاجة، تمام؟ بس النسخة مش كلها عربي، عشان بس ما لحقتش أترجم كله. بص، هتدوس هنا وهتدوس على حماية الخصوصية، تمام؟ هتلاقيه معرب لك كل ايه حاجه. انت عايز تفصل الشتات عن المجموعات، هتخش على الشاشه الرئيسيه، تخش على اول واحده، هتلاقي هي دي فصل الشتات عن الجروبات. ممكن اعربها لك دلوقتي. بلس. هنا اللي هو اظهار اسمك بدل النيم بتاعي اللي في النسخه، تمام؟ هنا الكلام ده طبعا هترجم لكم على قد ما اقدر. برضك دلوقتي هفضل اعرب فيها شويه قبل ما ارفعها على اليوتيوب، عشان هنزلها كمان ساعتين على الساعه 6 ان شاء الله. بلس. دي شاشة المحادثة برضو ممكن تغير فيها اللي انت عايزه، لو مش عاجبك اللي انا عامله مثلا، ده اختيارك يعني، تمام؟ نرجع. بص يا زميلي، عشان بس ما تتوهش مني، دي زراير فيروس. انت اللي ما الزرار اللي انت مش عارف معناه ما تفعلوش. انت عايز تقص فيروس، انزل هتلاقي كلمة قص، كل ما مكتوب جنبه كلمة قص فعله، بس كده، تمام كده؟ الزرار اللي انت مش فاهمه ما تفعلوش، عشان انت كل زرار له استخدام، عشان انت لما تفعل زرار غلط والنسخه هتتحرق، مش بتتحرق عشان هي فيها حاجه، لا، بتتحرق عشان في زراير ما ينفعش تتفاعل مع بعض. هي دي الفكره، انت فاهم قصدي؟ هنا زرار اضافيه برضو، اللي هي زي قراءه المزيد او قص لينكات سوشيال الكلام ده. وهنا الشبكه الاجتماعيه بتاعتي، قناه يوتيوبي، واكونت انستا، شاتي واتساب، قناه تليجرام، السايت بتاعي كده يعني، تمام؟ نرجع. هنا في اخر ظهور هعربها لكم دلوقتي، عشان برضو في ناس كتير بتتوه فيها. وهنا اخفاء الصحيان الزر، تمام؟ نرجع. هنا الابوت، اسم النسخة، اسم الحزمة، ده اللين بتاعي، هنا قناة اليوتيوب، وهنا الشات، تمام؟ لو دوست على دي هيدخلنا على القناة يعني. لا لا مؤاخذة كده، استنى كده، تمام؟ طبعا انا مشفر اللينك، يعني اي حد هيجي يشيل لينكاتي من النسخة مش هتتشال، عشان يبقى يورونا هيسروها ازاي. هي دي الفكرة، تمام؟ نرجع ورا. بص يا زميلي، يعني اقسم بالله النسخه شكلها حلو وجامد يعني، وكمان اعمال، اي حد عنده رقم اعمال شغال ويجي يشغله على النسخه مش هيتحذر ولا حاجه، متقلقوش يعني. هو يا اسطى بيانات الاباوت، تمام؟ نرجع. بص يا اسطى، كمان كل حاجه عربي ازاي، ارسال رقم مش متسجل،
3 ساعات يا زميلي. بص التذكر كمان، التذكر شغال حلو جدا يعني اقسم بالله. لو انت عايز تغير شكل الشات ده غيره من الاعدادات عادي ولا اي حاجه، بس ده الطبيعي بتاع النسخه يعني، مش مغير فيها حاجه. لما انت تحملها هتشتغل عندك بالشكل ده كده زي ما انا مشغلها بالظبط. تمام. كمان استنى نخش على الاعدادات. هنا الاب انفو بتاعي برضو، قناه اليوتيوب بتاعي وشاتي وكده هنا. تمام. هنا في المخفيه دي. ونرجع عايز نخش على دي الاعدادات العامه لو انت عايز تغير الوان النسخه كلها. تمام. وهنا لو انت عايز تغير لغه النسخه وعايز تحول ل 250 شات، لاكتر من 250 شات، هتلاقي هنا راحت فين اهي. تمام. عشان بتوع الشير وكده، فانا اشرح كل حاجه في الفيديو، واللي مش هيتفرج على الفيديو بقى دي مشكلته هو مش مشكلتي انا. انت عايز تغير شكل الايموجي، عايزه ايفون، هندوس هنا يعني، هترجع ورا وتدوس اعدادات عامه وتدوس هنا ونخلي شكل الايموجي ايفون. تمام. نرجع تاني. راحت فين؟ ايوه اهي. بص كمان دي تعديلات المصمم اللي هي ايه، رسوم متحركه السي تي تي، اللي هي ايه، اللي هي الاشكال افكتات. تمام. اللي انا مصغرها لك لو انت فعلتها هتختفي من الشات. دي الجسيمات، مش ناس كتير مش تعرفها. تمام. بس انا ايه حاططها لكم. وديت اخفائك من الجروبات. تمام. الزرار اللي انا كاتب لك عليه ما تفعلوش عشان النسخه ما تتحرقش منك، او انت او هو له استخدام انت مش تبقى عارفه. تمام. طبعا انا شلت تساقط التلج من النسخه دي عشان ناس كتير مش بتستخدمه، وبالتالي مش هيبقى له الناس لازمه في نسخه اعمال، بس هي دي الفكره كلها. تمام. ديت الافكتات، الحركه في الشاشه الرئيسيه. انا مش بحب الافكتات طبعا. اي حد بيستخدم شير او الكلام ده، الافكتات والكلام دي كلها لازم نتقل الفونك، مش هتقل النسخه. تمام. هي دي الفكره بس. وكمان هنا حاولت غيرت اسامي الشات والجروبات والليستات كده، يعني حاجه حلوه يعني، حاجه هاديه كده، ومش اللي هي نرم يعني بتاعت المجال وكده. يا رب النسخه تعجبكم. واللي يحتاج حاجه يخش لي واتساب او يكلمني في التعليقات. وهنزل لكم فيديو بعد بكره او بكره ان شاء الله، حل مشكله التطبيق ليس مثبتا. يعني لما يجيب لك التطبيق ليس مثبتا، حل المشكله دي ايه. تمام. سلام يا اخواتي.